اهلا بيكم. ووزارة الاسكان ومي عبد الحميد اعلنت عن طرح 85 الف شقة. 85 الف شقة في اعلان اسمه اعلان تكميلي. ايه القصة دي وايه تفاصيل الموضوع ده؟ هنقولها لكم بكل التفاصيل اللي فيها، وهنفهمك هل ده بقى طرح لشقق جديدة ولا ده اعلان تكميلي. كل ده هنوضحه لك في هذا الاعلان، مع توضيح ما موقف الاعلان الجديد والناس بقى الجديده خالص اللي عايزه تقدم. هنقولها في نهايه الحلقه ان شاء الله. اول حاجه، مي عبد الحميد يا جماعه طلعت في احد اللقاءات الصحفيه، الفيديو طبعا، صرحت قالت ان صندوق الاسكان الاجتماعي سوف يقوم بطرح، وده بتوجيه طبعا من الرئاسه ومن وزاره الاسكان، 85 الف شقه. بس ال 85 ألف شقة دول مش هيطرحوهم لكل الناس، هم مقسمين كده في بعض الأحيان. مع إن خلي بالك هي طلعت برضو وكانت صرحت قبل كده وقالت إن هم هيطرحوا 140 ألف شقة، لأن دول يا جماعة اللي هم ناقصين على المليون شقة. كانت قالت ان احنا قدرنا ننفذ 860 شقه في الاعلانات السابقه وفاضل لنا 140 هيتم طرحها لغايه اخر سنه. كانت قالت الكلام ده في تصريح صحفي، ولكن دلوقتي اخر تصريح ليها قالت على دول بس. هل هيتم طرح؟ خلينا نتابع مع بعض الخطوات بتاع الحلقه بتاعتنا عشان خاطر ما نتوهش من بعض. خلينا نتكلم اول حاجه في ال 85 الف شقه اللي هي قالت عليهم، وقالت ان دول هيتم الطرح ليهم لكل الناس اللي قدموا في الاعلان السابق ولم يوفقوا في الاولويه. الاعلان السابق اللي هو ال 16، الاعلان ال 16 ده كان طبعا في منطقه غرب المطار اللي هي في اكتوبر، وكان قدم عليها ناس كتير قوي تعدوا ال 90 الف واحد. ال 90 الف واحد دول يا جماعه الوحدات اللي كانت مخصصه لهذا الاعلان بالكامل كان مخصص لاكتوبر حوالي 12 الف. طبعا في فجوه كبيره قوي. هم قالوا هنطرح شقق، الشقق دي لسد هذه الفجوه في هذه المنطقه وباقي المناطق، عشان مش كل الناس دي اللي قدمت دي تيجي انت تقول لها مالكوش شقق عندي وشكرا ليكم ومع السلامه. لا، هيطرحوا هيطرحوا اعلان تكميلي لهذه الناس كلها، اللي كل اللي قدم في الاعلان السادس عشر. طب ايه شرط اللي انت عشان تقدم في الشقق دي؟ شرط ان انت اولا قال لك ان انت تكون خارج الاولويه. يعني انت المفروض هيجي لك رساله في خلال اسبوعين يقول لك يا اما انت داخل الاولويه يا اما انت خارج الاولويه. لو انت داخل الاولويه خلاص انت هتبتدي تدفع الاقساط الربع سنويه، وهتبتدي تقسط على الثلاث سنين اللي هو المقدم، وتبتدي تستلم بعد 3 سنين، وهتشتغل بنفس الاسعار اللي انت متفق عليه، اللي هم كانوا في بعض المدن 310 وهتزيد ل 340 الف. طب بالنسبه بقى للناس الجداد اللي هم هيحاولوا يعملوا لهم وحدات، عشان مش كل الناس دي تخرج من غير ما تاخد شقق بعد ما حجزت، لا هنا بقى قال لك احنا هنعمل اسعار جديده وهنعمل حاجه جديده وهنعمل طرح جديد. واللي انا عايز اوصله لكم ان الموضوع ده في غايه الاهميه لكل الناس اللي مقدمين السادس عشر. طيب السعر الجديد لسه لم يتم الاعلان. ما تخليش حد بقى يقول لك اسعار وخلاص، لا لسه. قالت الاعلان الجديد هيتم طرحه باسعار تناسب تكاليف اليوم. تناسب تكاليف اليوم. اعتقد ان مش هيبقى زياده كبيره قوي، لسبب ان انت في ايام انتخابات وهي مش عايز حاله من اي حالات الضغط على الناس اكتر ما الناس مضغوطه. فهنا هيتم محاوله عصر الاسعار على قد ما يقدر. طيب ده بالنسبة للناس اللي هي في الإعلان السادس عشر. قالوا قالوا هيعملوا 85 ألف شقة، معظمهم في أكتوبر غرب المطار، وهيتم الفتح التقديم وهيتم عمل حاجات كتيرة أول الفترة اللي جاية دي، فتابعون. طب بالنسبة بقى للناس اللي لسه عايزة تقدم، كانت هي نفسها في برنامج في صدى البلد كانت طلعت وقالت إن هيتم طرح شقق وإعلان جديد للناس في خلال الشهرين حتى نهاية العام. تصادف وجود بقى الانتخابات في هذه الأيام، فده بيؤدي إلى صعوبة الموقف، بيؤدي إلى صعوبة الوقت، التوقيت. إن أنت لازم لو هتعمل حاجة لازم تخلصها قبل 12. قبل 12، لأن بداية الانتخابات 12. فهل ده الصندوق في اطار طرح هذه الشقق
خليني اقول لك ان الموضوع ده ممكن يبقى صعب من هنا لغاية الانتخابات، لان يا جماعة احنا بنتكلم في تحديد اماكن وتحديد اسعار وتحديد تكاليف. الموضوع مش بالسهولة اللي الناس متخيلة. طب الطرح موجود؟ الطرح موجود. اولا لانها عندها عجز عن المليون وحدة اللي كان الرئيس وعد بيهم، عندها نقص، فعايزة تكمل النقص ده بإعلان عشان في النهاية يطلع يقول أنا عملت مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل. لمحدودي الدخل بس عملت إيه؟ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل. فمهم الرقم يكمل. مهم الرقم يكمل. طب هي بقى إيه اللي موقف الموضوع؟ اللي موقف الموضوع أعتقد هو سعر الفايدة. سعر الفايدة اللي فيه مشكلة إن الدولة مش قادرة تمول أسعار الفايدة بالنسبة للتمويل العقاري. كان الفايدة الأول 3%، وكان البنك المركزي بيدفع لك الفرق للبنوك والبنك يديك 3%. دلوقتي البنك المركزي قال لك أنا مش قادر أعمل الموضوع ده، وزارة الإسكان تتولى الموضوع. طب وزارة الإسكان هل هتقدر تتولى مئات الآلاف من الناس تدفع لهم هذا الفرق الكبير جدا اللي بيوصل لأكتر من 17 و18%؟ هل وزارة الإسكان تقدر إنها توفر ده؟ برضو أنا بقول لك هو صعب، ودي المشكلة اللي بيواجهها دلوقتي صندوق الإسكان الاجتماعي في الطروحات الجديدة. ولكن طبعا إحنا نتوقع حل هذه الأزمة في القريب العاجل، ومحاولة إيجاد أسعار أخرى وأشكال أخرى للإسكان الاجتماعي عشان خاطر برضو تلبي رغبات الناس. وأنا أعتقد ده اللي هيطلع ويعلن عنه الرئيس في إطار حملته الانتخابية. طبعا بعد لما هيقفلوا باب الترشح هيبقى في حملة انتخابية، وهنلاقي طبعا هنلاقي فيه شوية أخبار سارة كده، وأخبار جيدة، وأخبار إيجابية، حاجة تدي إيجابية للناس. ودي أعتقد مرتبة من أول هنا لغاية الانتخابات. أنا بقول لكم إن الإسكان الاجتماعي هيكون منها من هنا لغاية الانتخابات. انتوا بس عليكم إن انتوا تتابعونا الفترة دي، وتابعوا كل الحاجات الأخبار الخاصة بمشروعات الإسكان، وأنا بحاول أجيبها لكم هنا بالكامل على هذه القناة وعلى هذه الصفحة. هنطلع لكم لإيفاد بس مباشر، هنصور لكم شوية الإسكان الاجتماعي، وهنكلمكم عن الإسكان المتوسط، وهنكلمكم عن دار مصر، كل مشروعات الدولة الخاصة بالإسكان، وهنكلمكم عن بعض المشروعات الخاصة اللي ممكن يبقى فيها إفادة لحضراتكم. لازم كده نكون عندنا شفافية معاكم، والحمد لله مفيش أي مصلحة مع أي حد غير حضراتكم. وإن شاء الله إن شاء الله الفترة اللي جاية يكون فيها أخبار إيجابية وأخبار جيدة للجميع. دايما نشوفكم بكل خير، وانتظرونا للإعلان القادم قريبا جدا، ونشوفكم على خير. شكرا لكم وإلى اللقاء.